سندوتشات للمدارس، وتنفع في فطار او في عشاء خفيف. تنفع سندوتشات كده للولاد ما بين الوجبات. ما شاء الله حاجة مغذية وحاجة طبيعية عاملينها بايدينا، ما شاء الله جميلة. تابعوا معايا الفيديو وشوفوا الوصفة معانا بكل تفاصيلها. ما شاء الله. عملنا كمية 2 كيلو بلح، ادتنا كمية كبيرة. زي ما احنا شايفين عملنا من ال2 كيلو ما شاء الله. الجردل دوت بياخد كيلو، مليناه اهو على الاخر، والبرطمان ده برضو يعني ما شاء الله. وكمية اهي معانا برضو في علبة تاني بلاستيك، وحطينا هنا في الطبق اهيت ما شاء الله. شوفوا سمكها عامل ازاي، مع ان احنا لا ضفنا لها جيلاتين ولا جيلي ولا ضفنا لها اي حاجة. يا دوبك السكر اللي حطيناه، واضفنا بس حاجة واحدة عليها مع البلح. وسبحان الله يعني ما شاء الله جميلة وحلوة، واللون جميل وبتلمع. ممكن نعملها سندوتشات الصبح، نحط معاها زبدة، ممكن نضيف لها زبدة وتبقى فطار مغذي متكامل. مش محتاج يعني لو خد سندوتش منها مع حتة زبدة صغيرة على السندوتش كده للأطفال، هتديهم طاقة الصبح كده وحيوية، وما شاء الله جميلة. وحاجة موفرة ومتكلفة برضو في البيت، عاملاها بايديكي ونظيفة وشايفة معمولة ازاي. ما شاء الله حلوة، وربنا يبارك يا رب. وان شاء الله تكملوا معنا الفيديو الاخر وتشوفوا الوصفة بكل تفاصيلها. وما تنسوش لو عجبكم الفيديو تعملوا لنا لايك وشير، وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. وشاركوا معنا طبعا في القناة وادعمونا عشان نستمر نقدم لكم في وصفاتنا. وان شاء الله الوصفة تكون عجبتكم وتجربوها. يا رب تتابعوا معنا للاخر، ان شاء الله الوصفة تعجبكم وتجربوها باذن الله. ونبدأ نجهز البلح بتاعنا ونشوف هنعمله ازاي. معانا طبعا زي ما احنا شايفين نفس البلح كويس قوي. اهم حاجه برضو بيبقى على الشجر، ممكن يبقى عليه اتربه او عفره، وبيتعبى ويتباع في السوق ويقعد في السوق مكشوف في الاسبته بتاعته. فلازم برضو ننضف لحد كويس، وبعدين ناخده واحده واحده كده معانا بالسكينه. نشيل الجزء ده ونفتحها ونشيل النوايا ونحطها في حله واسعه يكون سمكها كبير، وما تكونش حاله مثلا ألمونيوم رقيقه عشان المربى ما تتحرقش مننا وهي بتستوي. هنعمل الكميه كلها بنفس الشكل ده كده. لو حابه تقشريه قشريه، بس الكلام ده لو هتعملي كميه صغيره نص كيلو ولا حاجه هيبقى شويه صغيرين وسهلين معانا. وبعدين احنا شايفين ان حجم البلح ده معانا صغير شويه، هو كان سعره ارخص، فقلنا ايه فرصه نجيبه ونعمله مربى. يعني هو ده موسمه دلوقتي، طبعا البلح كلنا عارفين موسمه دلوقتي، ف يعني موجود بكثرة، فقلنا نجيبه ونستغله. يعني انتي لو روحتي جبتي مثلا ثبت من الاسبته البلاستيك دي هتلاقيه في سعر الجملة ارخص. ممكن تجيبيه وتخزني منه، ممكن يتخزن زي ما هو كده في الفريزر. يعني تجيبيه كده تغسليه وتعبيه في اكياس بلاستيك وتحطيه في الفريزر، هيتحفظ في الفريزر. تطلعيه يبقى بلح رطب معاكي. ممكن تخزنيه من دلوقتي لرمضان لو عندك مكان في الفريزر. تعبي 5 اكياس كده حلوين وتعبيهم في الفريزر، تغسليه وتنضفيه وتعبيه في بحاله بنواه. يعني زي ما هو كده، زي ما هو كده تغسليه وتحطيه في مصفى يتجفف، وبعدين تعبيه في اكياس في الفريزر وتطلعيه بقى على رمضان او لما تحبي تاكلي منه هيبقى بلح رطب. هيبقى زي المستوي، الرطب المستوي. هنكمل بقى بقية الكمية. زي ما احنا شايفين كده كمية البلح معانا كلها فصصناها. هنبدأ نضيف لها مية. هنضيف لها حوالي 3 كوبايات مية. ادي اول كوباية، نضيف كمان كوبايتين.
3 كوبايات. والبلح ده احنا وزناه بعد ما فصصناه، لان طبعا مش هينفع تعرفي وزنه وهو بالنوى. احنا بعد ما نضفناه كده وفصصناه وزناه، ده 2 كيلو. فال2 كيلو حطيت عليهم 3 كوبايات ميه، وهغطي الحله عشان ما نضيفش للبلح ميه كتير، وهنسيبه يستوي. كل شويه هنبص عليه ونقلب عليه. طبعا اول ما يغلي هنهدي النار عليه، سيبه على نار هاديه لحد ما يتسلق معانا خالص. اهو كده رفعنا على النار. هنغطي عليه، واول ما يغلي هنبدأ نهدي النار عليه ونسيبه لحد ما يستوي معانا، عشان يستوي في بخاره، فما يحتاجش لكمية مية كبيرة. معانا اهو زي ما احنا شايفين استوى معانا السليق. هنجيب السكر. الكيلو هياخد معانا نص كيلو سكر. هنحط السكر، هننزل الكيلو كله. وهنسيبه بقى يسيح وهيكمل سواه معاه. وهنجيب كمية من الليمون، حوالي 3-4 ليمونات كده عصرناهم، وهنضيفهم ليه. لو مفيش ملح ليمون، لو مفيش ليمون ممكن تضيفي ملح ليمون. انا هحط الاتنين مع بعض. معلقة صغيرة ملح ليمون بالشكل ده هنضيفها، وتدي طعم حلو. وهنسيبه يسيح، السكر يسيح مع بعضه لحد ما يستوي، ياخد سواه كله كده. وهنبدأ لما يستوي نختبره. هيدي ناخد معلقة كده من السكر. هو هياخد وقت على ما السكر يستوي تماما، وبعدين نحط معلقة في الطبق نلاقيها عملت قشرة كده بتلمع. يبقى كده المربى استوت معانا. وبعد كده هنسيبه يبرد براحته خالص، ونضربه في الخلاط، لان انا بحب المربى ناعمة. لو حد حب يسيبها كده بحالها براحته. وهنسيبها بقى على النار لحد ما تستوي وتبرد خالص، وبعدين هنشوف هنعمل فيها ايه بعد كده. شايفين المربى معانا هي استوت وبردت. هنبدأ ناخدها نضربها في الخلاط. هي معانا هي هنعبيها بقى في البرطة ونطفيها دلوقتي، برد خالص معانا. شايفين ما شاء الله جميلة هي، وقوامها جميل. وادي اخر حاجة معانا في الخلاط هنضربها زي ما احنا شايفين. معانا شايفين سمكها بقى عامل ازاي. دول اخر شويه. طبعا احنا بقى واحنا بنضربها في الخلاط ناخد شويه صغيرين بشويه صغيرين. يعني انا مش ماليه حتى ولا نص الخلاط، شويه صغيرين بشويه صغيرين، لان المربى ما فيهاش سوائل كتير. فايه ما عشان تتحرك معانا في الخلاط. معانا زي ما شايفين كده ما شاء الله جميله. وكده انتهينا من ضرب المربى في الخلاط. شوفوا ما شاء الله عملت معانا كمية قد ايه. دول 2 كيلو بلح. عمل لنا البرطمان ده مليان، وعلبة كمان هي كبيرة مليانة، والشوية اللي في العلبة البلاستيك دول. طبعا احنا ممكن طبعا ما فيش مواد حافظة ولا حاجة، فهنحفظها في التلاجة. نستعملها ما شاء الله جميلة في السندوتشات او في فطار او عشاء. يعني ما شاء الله قوامها جميلة هي، ما ضفتلهاش لأي حاجة غير السكر والليمون. وحطيت معلقة صغيرة ملح ليمون، يعني معلقة مش مليانة، تعتبر نص معلقة. وعصرت 3 ليمونات. والكيلو السكر على 2 كيلو بلح. ما شاء الله لو عايزة حابة انها تبقى مسكرة اكتر من كده وتضيفي عليها يعني سكر اكتر براحتك، او حابة مثلا تجيبي جيلاتين
او باكو جيلي باي طعم انت حباه وتضيفي ليه برضو هيدي نكهة، بس هيغير لك طعم البلح. هي كده حاجة بطبيعتها ما شاء الله جميلة. ممكن تعمليها كده وتضيفي ليها في السندوتشات زبدة وتعمليها سندوتشات، او في الفطار مع زبدة برضو تتفرد في السندوتش وتديها لولادك يفطروا بيها. يعني ما شاء الله البلح طبعا كلنا عارفين فايدته وقد ايه هو مفيد وقد ايه هو جميل، وما شاء الله شايفين اللون بقى عامل ازاي، ما شاء الله حاجة حلوة. بالهنا والشفا. يا رب الفيديو يكون عجبكم، ما تنسوش تعملوا لنا لايك وشير وتشاركوا معنا في القناة وتدعمونا وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.